حاجات، وللاسف انا بقول حاجات كتير قوي وبتحصل. في كارثه سوداء احنا بنعاني منها اسمها مقبلين عليها السلفيين. ازاي يا استاذ عادل؟ عاوز اقول لحضرتك ان ياسر برهامي سافر في الوقت اللي فات ده، وكل منشغل بهموم الوطن وكوارث الوطن وما اكثرها، يشكل تنظيم دولي للسلفيين، وبيوفد نادر بكار. سافر لفين؟ بيسافر اسبانيا، بيسافر تركيا، بيسافر قبرص. تمام. وتم تسميه احمد ابو حطيبه كمسؤول اول. متاكد من المعلومات دي؟ انا بتكلم في معلومات، لو حد عنده كلمه يطلع يواجهني ويطلع يناظرني، يا هلا، مفيش مشاكل بالنسبه لي. انا بتكلم على حاجات بتواريخها، اجتماعات تمت بتواريخها، وتسميه اشخاص قد تم الاعلان عنهم. احمد ابو حطيبه بقى مسؤول في السودان عن اولى لبنات هذا التنظيم الدولي للسلفيين. كلنا عارفين ان السلفيين مرتبين مع الامريكان. الدكتور سعد الدين ابراهيم اعترف ان هم قعدوا ورتبوا. واعتقد ان كوارث الشارع وكسل الاحزاب لو لم نصحى كلنا سيفرز. السلفيين على كل حال ما شاركوش في الاستفتاء طبعا، يعني الا بعض الرموز الوهميه كده يعني. ويستعدون ان ينقضوا على انتخابات مجلس الشعب القادمه، ويبقى طبقا للدستور من احقيتهم تشكيل حكومه قول لي او ائتلاف في تشكيل حكومه.